ما هو بابا المجال ما يرضاش يسيبك تنام زعلان، علشان لو هتنام زعلان هتصحى متضايق. والنهارده الزمالك فرحنا، والمصري فرحنا، والاهلي فرحنا. فقبل ما اتكلم اثبت لي حضورك حالا باللايك الجميل، شير الفيديو في كل حته، اعمل متابعه لو اول مره تتابعنا. فمعاك محمد عبد العال او مادو او محمد عبد العال او قول بابا المجال. كل اللي بيتفرج يا ريت يثبت حضوره بلايك ويكتب عشا الزمالك، ويكتب ادعم احمد عبد الرؤوف اللي النهارده فضح وعرى وكشف امور كتيره كانت حاصله في نادي الزمالك بتضره. مدير فني كان فاشل وكان بيودي الزمالك في داهيه، وكان زمان النهارده لو كان رحل هذا ليانيك فيريرا من بعد ماتش وادي دجله كان زمان النهارده الزمالك فارق عن الاهلي ب10 نقط اقسم بالله. ولكنه النصيب، وان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي ابدا. بحبك يا مادو حبيبي، والله انا اللي بحبك، والله انا اللي بحبك، وطالما مبسوط يبقى انت لازم تبقى مبسوط. طيب هنبدا حديثنا على بال ما الناس تتجمع واقول لكم اخبار حلوه قوي 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 وسعيده قوي وحصريه قوي وهتبسطك قوي. لكن خلينا اتكلم في نقطتين. النهارده ماتش الزمالك، هبدا بماتش الزمالك عشان ما اتكلمناش، وطبعا طالع لكم انا سايق فبدردش معاكم. ليه بقى؟ لانكم حبايبي وانتوا عارفين انتوا مكالمه التليفون دي اللي الواحد بيبقى سايق فيها بيتكلمها مع الناس اللي بيحبها، فانتوا الناس اللي انا بحبها، حبايب قلبي، حبايب قلب المضمض. كله يثبت حضوره بلايك. والله يا عم بحبك، اقسم بالله بحبك وبحبكم كلكم. ايه يا عم ماضوا الموضوع؟ اولا لقاء الزمالك النهارده في ايجابيات كتيره جدا 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 تعرفك انك عندك مدير فني فاهم. بزيرة اتصاب، عمل جبهه عظيمه جدا. فتوح وبنتايج انا بقيت مبسوط. طب فتوح اتصاب، ان شاء الله باذن الله فتوح هيكون موجود في اللقاء السوبر، وده اول خبر حلو معانا. ان شاء الله باذن الله فتوح هيكون موجود. محمد صبحي حس بشويه اجهاد. لكن وانا بتكلم هنا قبل ما اروح بقى لبزيرة وللاخبار اللي معانا وللتفاصيل اللي معانا، تعال نروح على ماتش الاهلي. ماذا يفعل الكابتن امين عمر؟ ايه يا كابتن امين يا عمر؟ بجد والله انا مش عايز انتقد او مش عايز اكون لاذع في نقدي، لكن هو الوقت البدل ضايع ازاي النهارده يا جماعه؟ اتلعب 99 دقيقه، عفوا 9 دقايق وقت بدل ضايع من اصل 7، والماتش اصلا ما يستحقش 7 دقايق وقت بدل ضايع. طيب هل ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي ضربه جزاء، ولا لاعب الاهلي شادد التيشيرت ولاعب المصري شادد التيشيرت؟ اعتقد كانت واضحه وكانت باينه وكلنا كنا شايفينها. دي النقطة رقم 2. طب هل خلص النقط؟ لا. لماذا نروح بقى للأهلي؟ ليه المدير الفني بجد والله العظيم، أو ليه النادي الأهلي مش عارف يجيب جوان؟ ليه النادي الأهلي مش عارف يجيب جوان؟ نروح للنقطة اللي بعديها. زيزو من أغرب الحاجات اللي حصلت في الحياة. الأهلي اشترى زيزو عشان بيلعب ضربات جزاء صح. شاط ضربتين، واحدة جت وواحدة ضاعت، وصباح الفل. أين هو أحمد مصطفى زيزو بتاع الزمالك؟ لسه ما جاش في الأهلي. هل زيزو مفيد للأهلي؟ ما زلت عند رأيي إن زيزو عبء على فريق الأهلي، مش عشان زيزو لعيب قليل ولا عشان زيزو لعيب تعبان ولا عشان زيزو لعيب وحش، لكن عشان زيزو مع احترامي الكامل مش لاقي على فرقة الأهلي، مالوش مكان في التشكيلة. أنت بتلعب له بخطط، بتحطه في أماكن غلط، وده بيعمل إيه؟ بيضرك عشان بتحطه في أماكن غلط، بيضرك والله، بيبوظ لك الملعب. طيب نرجع بقى لماتش الزمالك. هل الفارق المادي والثقافي والرياضي بين الكابتن احمد عبد الرؤوف وبين يانيك فيريرا؟ يانيك فيريرا مرتبه كان مش عارف 50,000 ولا 60,000 دولار حاجه كده. هل تجربه احمد عبد الرؤوف مع نادي الزمالك ما تستحقش ان احنا ندعمها؟ ما تستحقش ان احنا نخلي الراجل ده موجود لنهايه الموسم؟ جمد قلبك، جمد قلبك. الراجل كل الجمهور في ظهره، الراجل كل الناس عايزاه وكل الناس مبسوطه بيه، الراجل عنده فكر حلو في الكوره. احمد عبد الرؤوف من الناس اللي انا اتكلمت معاهم في الكوره، قعدت معاه واتكلمت الراجل عنده فكر حلو. تمام؟ طيب دي نقطه. ارجع بقى للخبر السعيد اللي معايا وبعد كده اكمل لك. طب في خبر سعيد جدا بس انا مش هقوله غير لما اما يبقى كل الناس موجوده في الفيديو، فاثبتوا حضوركم بلايك، شيروا الفيديو ده. واخوان بزيرة، اخبار خاصه وحصريه
قلناها من شويه وبنقولها لحضراتكم. هل خوان بزيرة سيرافق فريق الزمالك؟ خبر مبشر وسعيد وحصري جدا 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 جدا. ان شاء الله على بكره هطلع اقول لك عاجل 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 كما انفرد. خوان بزيرة بنسبه تفوق ال 95% متواجد مع الزمالك في الامارات، بنسبه تفوق ال 60% سيشارك بدايه من لقاء بيراميدز. تاني، خوان بزيرة بنسبه 95 97 98% هيكون متواجد مع الزمالك في الامارات في لقاءات السوبر المصري، وبنسبه تفوق ال 50 60% هيبقى جاهز وهيبقى موجود وهيبقى معمول. حد بيقول لي شكلك بقى مقرف بعد ما حلقت دقنك. الاهلي حرقك وهيفضل بيحرقك. مش فاهم، هو الاهلي مسح؟ لا يالا مش فاهم والله. يعني علاقه دقني بالاهلي بانه حارقني؟ ولا حارقني ولا بتاع. الاهلي فريق كبير وفريق عظيم وتديله عمرك وبرده قليل. الاهلي فريق منافس، بحب الاهلي على فكره، لان من غير الزمالك، من غير الاهلي انا مش هستمتع كزمالك، ومن غير الزمالك انت مش هتستمتع كاهلي. لكن انا اللي بتكلم فيه ان ربنا مش بيتعاند، ربنا مش بيتعاند. الماتش اللي فات حامد حمدان عملوا المستحيل عشان ما يجيش الزمالك، هو اللي سجل التعادل وهو اللي بوظ لك الفوز. الماتش اللي احنا فيه النهارده حصل فيه اللي ما يتحصلش وي وي وي، وبرده الاهلي ما عرفش يسجل. زيزو اللي انت خطفته ودفعت فيه عشرات الملايين هو اللي ضيع لك النهارده 3 نقط. لو كان شاطها اي حد تريزيجيه، محمد شريف، جراديشار، اي حد كان هيجيبها. ضيع لك ضربه الجزاء. ففي النهايه انا بقول لك ربنا ما بيتعاندش. انت ممكن يكون معاك فلوس اكتر، ممكن يكون عندك دوافع ما عندك اللي بيدفعوا لك اكتر، ممكن يكون عندك حاجات كتيره بتقدر تستغلها في الزمالك، زي مشاكل ماليه، زي ازمات في النادي تقدر تستغلها. لكن في النهايه تدفع الثمن. ايه هو الثمن؟ انك ما كسبتش. حد بيقول لي مش عارف زيزو ما شاركش. انت بتفهم يا شريف؟ زيزو حبيبي ضاع ضربه جزاء، هيتضحك عليك كل اهلاويه زملكاويه. طيب، اثبت حضورك بلايك شير، اعمل متابعه حالا. لو اول مره تتابعنا فكان معاك محمد عبد العال او ماضو. انا بقول لحضراتكم حاجه. الشخص اللي تطاول، انا طالع اكلمك كوره، طالع اتناقش معاك في كوره، عندي وجهه نظر بقولها لك، ممكن النهارده متفقه معاك، بكره مختلفه معاك. انك تتطاول عليا علشان بقول لك رايي، طالع اقول البزيره كده، طالع اقول ان ربنا مش بيتعاند، طالع اقول لك ان انت عندك مشكله في التسجيل، طالع اقول لك ان انت عندك مشكله ان انت بتاخد حاجات فوق حقك، عندك كل الكلام ده ما فيهوش اي غلط فيك. ولا طلعت قلت عليك حرامي، طلعت قلت عليك بالونه، ولا طلعت قلت عليك مش عارف ايه. فحضرتك بتغلط وبتتطاول، ممكن جدا اقل منك، ممكن جدا اقول لك الكلمه 2. ميرسي يا ضحى، ميرسي لكل الناس المحترمه. شكرا يا حسن يا اسماعيل، عايش افضل يوتيوبر وافضل اعلامي في الزملكاوي في الوطن العربي ومصر. ربنا يخليك حبيبي، والله انت اللي حبيبي يا ابو دنيا. برضه ربنا مش بيتعاند بالانتي مشكوك فيه. حكام اخر زمان، تحيه الزمالك. محمد طيب، والله بالعكس، لما حلقت دقنك تحس ان سنك صغير قوي، وانت بتربي دقنك مكبرك قوي. الدقن ربنا يديك الصحه ويسعدك يا رب. شكرا يا استاذ رحمه. احمد يا موسى الحمد لله، يا رب الزمالك يكسب يا رب. طيب انا عايز اقول كلمتين. كل متطاول عند الله تجتمع الخصوم. سهل جدا جدا حبيبي يا صاحب نفسك ترتاح. انا بعبرك، ده انت اللي تعبرني يا جدع، ده انا ليا شرف انك كاتب لي. بس بشكركم وبحبكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل متطاول. سهل جدا نرد التطاول، لكن لن نتدنى باخلاقنا ولا باللي اتربينا عليه عشان هي اللي عامله كده. السلام عليكم.